مدير عام كرة القدم سامي الجابر. أحييك. معطيات المباراة نقول شوط وشوط، شوط للنصر وشوط للهلال، أم تختلف مع هذا المنطق؟ لا قلنا شوط وشوط. الشوط الأول كانت غلطة منا وضربة جزاء، لكن ما أعتقد في فرص كانت للنصر، لكن كانت لنا فرصتين، ويلي الشوط الأول وتياجو نيفيز بالراس. أما إذا كان في فرص تعد لي للنصر غير البلنتي اللي كان خطانا احنا، لي لعب كرة إلى ماجد مرشد مكان ضيق قطعها على ريان بلال وصار ضربة جزاء. إذا في فرص ضائعة غير هذه؟ من إجابتك أنت غير مقتنع بالتعادل؟ لا طبعا كل جاي انا ما مقتنع بالتعادل، المفروض اني اطلع كسبان المباراه، ولكن هذه كره القدم لو تسجلت كل الفرص اصبحت 5، النتيجه الحقيقيه 5-1، لكن هذه حاله كره قدم، سجلنا هدف وضعنا عده فرص، لكن عموما المباراه يعني جتنا في وقت بعد الاسيويه في 3 ايام، وهذا شيء صعب، ورغم كل هذا قدم الفريق مستوى انا اعتبره جيد او جيد جدا. تجاوز الخساره كابتن الفريق بالاداء اليوم، خلوا النتيجه. لا ما هو خساره، لان نازلين نبغى نفوز، ما هو خساره. احنا ما نقول تجاوز خساره الاربعاء بالاداء اليوم. اعتقد الروح رجعت، انه شفنا الاول تقريبا 20 دقيقه ما كنا قادرين نلعب في معطيات معينه، لكن بعد 20 دقيقه الفريق الكبير دائما نرجع المباراه في يعني في وقت سريع. حقيقة رغم ان عانينا ايضا من بعض المشاكل الصحيه في المباراه، لان كنا متسيدين المباراه، واعتقد الاخوان المحللين عندك في الاستديو اي واحد بيقول كلام غير اللي انا اقوله، اعتقد هذه وجهه نظر، لكن هذه وجهه نظري انا. لكن فعلا من الشوط الاول ما انا ودي احد يقول لي فرصه، اذا تقول انت قلت شوط وشوط، عطني فرصه حقيقيه للنصر، فرصه حقيقيه للنصر الشوط الاول، عطني فرصه حقيقيه واحده بس. اقول فريقك ما ظهر في الشوط الاول. لا بالعكس، انا صارت عندي فرص رغم التكتل الدفاعي، طريقه ذوبهان بالمعنى الصحيح، تقفيل المنطقه، اللعب على المرتده، وهذا الشيء الوحيد اللي تقدر توقف فيه نادي الهلال. الاخوان في الاستوديو والكباتن المعروفين، وكابتن يوسف خميس والاستاذ عادل البطي، يعني يعرفون كيف الاداء، انك يعني تخرج بهذه الطريقه المناسبه، انك ما يلج مرماك هدف وتلعب على المرتده، لكن ما كانت فيه فرص لنادي النصر ابدا خلال 90 دقيقه، وهذا اقل شيء. الزون اللي لعبه السيد زينجا معروف، زون ايطالي تلقاه في السيريا اي كله موجود، ذلك مباريات تخلص 0-0 بالكاد 1-0، احنا كنا نلعبها ايام برضو السيد كوزمان اولاريو، ويلا نفوز 1-0 و2-0 ونقلل الخسائر، لكن هذه لكن احنا نلعب كرة قدم سواء مع ذوبان او مع نادي النصر، احيانا ما يكون عندك الشكل صحيح، لكن القتال اليوم كان افضل، 1 ضد 1 كان افضل، خلقنا فرص لحد ما سجلنا في كورة تقريبا اللي كانت ملعوبة ما بين الشلوب وعيسى المحياني، وهي كانت من بدء كونستراكشن من بداية اللعب، لو شفت النقلات اللي احنا حصلنا عليها، غير كذا كانت عندنا فرص، خصوصا الشوط الاول اعتقد انها افضل من فرص الشوط الثاني، لكن عموما احنا بالنقطة هذه يعني لازم عندنا 3 مباريات مؤجلة، وهذه تعطينا ان شاء الله ان احنا ال9 نقاط الجاية ان شاء الله يجب ما نفرط فيها. اخيرا سامي، رفضت الافصاح عن اسم المدرب رغم اعلان انه السيد جريت سيرحل مع نهاية عقده، لماذا ترفض اعلان الاسم؟ هل هو موجود ام غير موجود؟ لا انا ما بأرفض، انا لن ولم تخرج كلمة من فمي للاعلام، ولن اصرح من هو اسم المدرب او اسرب الاعلام او الاعلاميين الاخوان الاعلاميين، هذا شغلي انا، لانه احنا من بدايه جية الامير وواضح السياسه، احنا عندنا اشياء دائما اخر شيء الاعلام هذا، الا بنخرج عن طريق المؤتمر الصحفي، شفنا اجتهادات صحفيه ريكارد وما ريكارد واسماء، احنا لما نشوفها في بعض الاشرطه نضحك، لكن حقيقه ما في شيء، احنا زي ما قال الامير في اسماء 3 لكن لم نصل الى اتفاق، واعتقد ان احنا باذن الله يعني حتى بالاسماء ال3 الحقيقه هي 4 عشان هذه للرياضيه اكسكلوسيفلي، 4 اسماء والمرشح يختلف عن ال3 الباقين، ويمكن ما احد يقدر يفكر فيه، لكن احنا ندرس الوضع من جميع. ما فهمت 4 مين يعني؟ دخل اسم رابع؟ ما دخل اسم زياده، قال الامير عبد الرحمن سعد واضح وصريح 3 اسماء، انا ادخل اسم رابع، وهذا اقتراحي، وهذا انا الشيء اللي انا بصفتي مدير عام اداره كره القدم مسؤول له الاخير، او عندي المسؤوليه اني اختار مدرب، مو مسؤول التعاقد يبقى في رئيس النادي ونائب رئيس النادي واعضاء شرف النادي، المؤثرين هم اللي يختارون، لكن هذا هو شغلي اني انا اقول المدرب هذا في الوقت المناسب، هذا هو المدرب اللي يصلح للنادي الهلال، وهذا ان شاء الله بتشوفونه قريبا ان شاء الله، ونكون بشفافيه ووضوح للاعلام ان احنا نقول عنه، لكن الاجتهادات اللي بعضها تخرج يوم عدى من 3-4 ايام ان لم اكن يعني بعطي ديدلاين 5 ايام. شكرا.